3 2 1. ليه زيارة شنجريحة قبل تبون؟ بمعنى لم يكن مخيرا، إما أن يذهب نحو فرنسا ويوقع هذه الاتفاقيات ويوقع صفقات الأسلحة وصفقات التكوين وغيرها، وإما أنه ستتم عملية الإطاحة به. سيتم التسلح على حساب الشعب الجزائري ويعني وضعيته الاجتماعية، سيتم التسلح على حساب الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، لا منطقة شمال إفريقيا ولا منطقة الساحل والصحراء. خصوصا ونحن نعلم بأن فرنسا سوف لن تفوت هذه الفرصة أي مداخيل الغاز والنفط من أجل العمل على إقناع الجزائر بمزيد من التسلح وتبيان أن هناك مراقبة غربية لعلاقاتها مع روسيا والضغط عليها. لكن يبدو أن القوى الغربية فهمت أن النظام في وضع سيء وتريد أن تستغل وتبتز إلى أقصى الحدود، والفرنسيين على رأس هؤلاء، بحيث تعود الجزائر بكل أسف وألم، يعود النظام الجزائري لخدمة الاستعمار الفرنسي كما فعل قبل 10 أعوام. هناك رمزية أخرى تقدمها فرنسا، بمعنى أن الجيش الجزائري هو بين يديها بهذه الطريقة. الجزائر لها رغبة في التسلح بمعدات عسكرية جد قوية، على اعتبار بأن اليوم الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت بأن العتاد العسكري الروسي غير قادر على مواكبة مجموعة من الأمور المرتبطة بتقنيات المعركة الجديدة. فرنسا كما قلت أولا يعني تريد أن تضمن ولو جزء من هذه الميزانية الضخمة التي خصصتها الجزائر هذه السنة من أجل التسلح. ليه تم منع عدسات الكاميرات من التقاط أي فيديو الماكرو مع قائد الجيش الجزائري، وليه ما نزلش أي بيان رسمي؟ إما أن فرنسا بقيت مع البروتوكول، وهو أن الرئيس الفرنسي لا يستقبل إلا رؤساء الدول والحكومات، أو أن بالفعل رئيس ماكرون يضع نصب عينيه التاريخ الغير مشرف لشنقريحة، على اعتبار أنه متورط في جرائم حرب في العشرية السوداء. وهذا الوضع للأسف يضعف الجزائر كثيرا، يضعها في وضع، لأن الحكم العسكري بطبيعته هو حكم خشن، حكم ثكنة، حكم فاشل بكل المعاني، ثم أكثر من ذلك يدفع أو يؤدي إلى تدخل خارجي. هل هتكون الزيارة على حساب المغرب والعلاقة المتدهورة بين المغرب وفرنسا، والجزائر داخلة على الخط في الليلة، بين المغرب والجزائر وفرنسا داخلة على الخط في الليلة دي؟ وبالفعل إقناعها بأن لا بد من التسلح، بل حتى إرغامها على هذا التسلح وتبيان إلى أي حد أن هناك عداء مع المغرب، وأن منطقة الساحل والصحراء هي كذلك منطقة مشتعلة، وأن فرنسا بما أنها خرجت من مالي وستخرج كذلك من بوركينا فاسو فالثقل سيكون على الجزائر. كيف سيتعامل اليوم وفرنسا تريد العودة إلى منطقة الساحل؟ هل ستوظف جيش شنقريحة؟ هناك توجه للجزائر من أجل إهدار ملايير الدولارات من يعني حقوق الشعب، الحقوق المالية للشعب الجزائري، من أجل تقوية المنظومة الصناعية والاقتصادية الفرنسية. هذه هي الحقيقة. لذلك شنقريحة سينفذ يعني كل هذه المطالب، يعني مطالب فرنسا كما هي فيما يخص هذا الملف الخاص بمالي وبدول الساحل، حتى تبقى فرنسا تقف في صف الجزائر ضد المغرب وضد مصالح المغرب. إلا في أنه رسالة إلى المغرب، وهذه فرنسا كتقول المنطقة المغاربية كلها راه الجزائر هو الايجنت، هو العميل ديالنا حنا. اليوم يريدون أن يجعلوا من الجزائر لعبة في أيديهم، وأن يكون الجيش الجزائري عصا في أيدي الغرب يؤدب به القوى التي تخرج عن بيت الطعام. كما قلت ففرنسا همها الأساس هو مصالحها، وبالتالي تذهب إلى الجحيم شعوب كل تلك المناطق. ففرنسا تريد من الجيش الجزائري أن يلعب دور لصالح فرنسا من أجل يعني إعادة وحماية النفوذ الفرنسي في مالي. نعطاو داك الكاس قال ليه ديه معاك انك انت عسكري ديالنا غادي تعس وغتسهر على المصالح الفرنسيه في الجزائر. واللي بالمناسبه اللي فيها تعامل مع شنقريحة وكأنه حارس من حراس الجيش الفرنسي.
ما قدرش التلفزيون العمومي يبث تلك اللقطة أو اللحظة اللي قدم فيها وزير الدفاع الفرنسي لو كاسك نتاع لا غارد ريبوبليكان فرونسيز الشنقريحة. عطيني كاسك تاع حارس الجمهوري تاع فرنسا تمسخر بيا، تهين فيا. هذه رسالة يقولوا هذا هو حجمك يا شنقريحة. تكريم الكرام ورئيس اركان الجيش الجزائري من الجيش الفرنسي، يعني يا جماعه قليل من ماء الخجل بس يعني. ففرنسا في افريقيا تجد صعوبات شديده جدا، وهي تعتمد كما اعتمدت قبل 10 سنوات على النظام الحاكم في الجزائر للعوده لافريقيا. السفير الفرنسي في الجزائر مؤخرا كزافيي دريانكور كانت واضحه عندما قال بان الجزائر ذاهبه الى الانهيار وستذهب يعني ستقوم بجر فرنسا والجمهوريه الخامسه الى الانهيار. فرنسا تطيح بهادو العملاء نتاعها كيف، على خاطر علاش حنا ما عندناش نظام شرعي. احنا ما عندناش نظام شرعي، ما عندناش نظام يستند الى الشرعيه الشعبيه، وبالتالي يطيحوا بهم يبهدلوهم سيادهم لفرنسي. لكن للاسف عندما يكون نظام غير شرعي وغير شعبي فهو يبحث عن الشرعيه في الخارج. J'appelle tous les officiers de l'armée à نحيو شنقريحة تاع ربيع.